السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. نفسك بقى تعملي كيك وتطلع معاكي مرتفعة وهشة وكمان لونها فاتح ومظبوطة من اول مرة؟ يبقى في شوية حاجات بسيطة خالص ولكن هتفرق معاكي. انا عايزة اقولك ان الكيك مش مجرد شوية مقادير بنقلبهم مع بعض وخلاص، لا خالص. ده كل تفصيلة فيه بتفرق، من ترتيب الخطوات لخفق المكونات وحتى درجة حرارتها. انا عارفة انك جربتي تعملي كيك قبل كده وطلعت معاكي مكتومة او ما ارتفعتش او حتى لونها كان غامق مش زي ما كنتي بتتمني. بس النهارده خلاص انا جايبالك وصفه كيك مثاليه ان شاء الله تطلع معاكي احترافيه من اول مره. وهقولك على مكون بسيط خالص يعني مش هتتوقعيه، هنضيفه كده قبل ما ندخل الكيك الفرن وهيخليها تطلع معاكي عاليه ولونها فاتح مهما كان لون السكر اللي هتستخدميه. انا نفسي النهارده استخدمت سكر التموين، وكمان هعملها معاكي بالميه علشان اوريكي ان بابسط المكونات هتعملي احلى كيكه في الدنيا. ركزي معايا كويس وتابعيني للنهاية. ولو انتي مبتدئة في عمل الكيك ان شاء الله الوصفة دي بجد مفيش اسهل منها، هتطلع من ايدك احلى كيك والكل هيسألك على طريقتها. امانة عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة وجميع موتانا. ويلا بينا نبدأ، بس ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. في البداية هنحضر المكونات السايلة. قبل ما تبدأي طلعي كل المكونات السايلة بتاعتك من التلاجة وسيبيها بره شوية علشان توصل لدرجة حرارة المطبخ، ودي حاجة مهمة ما تنساهاش. دول بقى 3 بيضات، لو البيض طبعا كبير استخدمي 2 بس انا استخدمت 3 علشان كان حجمهم صغير. ودايما افتحي البيض كده واحدة واحدة في طبق لوحدها علشان كمان تتأكدي ان البيض معاكي سليم ومفيش واحدة ممكن تبوظلك باقي البيض. ضيفي بقى عليهم كيس فانيليا، ولو استخدمتي الفانيليا السايلة يبقى ربع معلقة صغيرة كفاية. طيب الكيكة النهاردة هعملها معاكي بالخلاط، ولكن انا هستخدم الهاند بلندر علشان التصوير يكون اوضح ليكي وتشوفي كل خطوة بالتفصيل. لو ما عندكيش خلاط او هاند بلندر مفيش مشكلة، استخدمي المضرب السلك هيطلع معاكي نفس النتيجة. اهم حاجة لازم تخفقي البيض كويس جدا لحد ما لونه يفتح وتلاقي كده على الوش فقاعات صغيرة. فخدي وقتك فيه علشان الخطوة دي برضو هتدي قوام خفيف للكيك. بعد كده حطي على البيض كوباية الا ربع من الزيت، وعايزاكي تركزي في نوع الزيت، لازم يكون ريحته وطعمه حلوين علشان طبعا بيفرقوا في طعم الكيكة وكمان ريحتها. يعني لو ريحته وحشة هيخلي ريحتها معاكي مش كويسة وكمان هيخلي طعمها وحش جدا. طيب ارجعي بقى اخفقيهم مع بعض تاني لحد ما تلاقيهم اختلطوا مع بعض كويس وكمان قوامهم بقى تقيل. وبرده هتلاقي يبان على وشهم كده زي فقاعات صغيرة، يعني دي علامة انك ماشية صح. شايفين بيكون شكلها عامل كده، الفقاعات دي دليل ان انتي دخلتي هوا كويس وكمان خفقتي الخليط بتاعك بمنتهى السلاسة، يعني كده ان شاء الله اول خطوات نجاح الكيك. طيب دلوقتي بقى بنفس الكوباية او المج اللي عايرتي بيه الزيت هتعايري بيه كوباية وربع من السكر. وانا هنا استخدمت سكر تموين عادي جدا، انتوا عارفين انه بيبقى لونه غامق. طبعا هي الكاميرا مفتحة لونه شوية بس هو في الحقيقة لونه اغمق من كده. هقولك على خطوة هتخلي لون الكيك بفضل الله فاتح وجميل مهما كان لون السكر، ما تقلقيش خالص، هقولك عليها واحنا شغالين. المهم هتضيفي السكر على خليط البيض والزيت يعني هنكمل برضو خفق او ضرب بنفس الطريقة لحد بقى ما السكر يختفي ويدوب معايا تماما. وبرضو خدي وقتك في الخطوة دي كويس علشان كل ما خلطتي المكونات كويس كل ما كانت الكيكة طلعت هشة وخفيفة اكتر. طيب الكيكة النهاردة هعملها معاكي بالمية زي ما قلتلك وصدقيني هتطلع تحفة. بنفس المج برضو اللي عايرنا بيه المكونات هتعايري بيه كوباية وربع من المية العادية، بس لازم يعني تكون مية عادية ما تكونش لا سخنة ولا ساقعة، مية من الحنفية عادي خالص. وعلشان بقى نديها برضو يعني نكهة وطعم حلو انا هحط عليها معلقتين كبار من بودرة التلج او الفروتي، دي طبعا بشتريها سايبة من عند العطار. لو مش عندك مفيش مشكلة خالص، ممكن تستخدمي كيس فروتي جاهز من السوبر ماركت او تضيفي على المية معلقتين لبن بودر او حتى تستخدمي حليب بدل المية. وحتى لو ما ضفتيش اي حاجة على المية الكيكة برضو ان شاء الله هتطلع طعمها خرافي وجميل جدا. دوبيهم بقى مع بعض كويس كده لحد ما الخليط يدوب خالص وانزلي بيهم على خليط البيض والسكر والزيت. هنبدأ بقى نقلبهم مع بعض كويس جدا جدا، واهم خطوة طبعا انك تقلبي المكونات زي ما قلتلك كويس. دلوقتي قبل بقى ما نضيف الدقيق والمكونات الجافة هنزود على الخليط ده معلقة كبيرة كده من الخل الابيض.
عايزة اقولك المعلقة دي بجد سر من اسرار ارتفاع الكيك ونجاحها، علشان بتخلي طبعا قوام الكيك هش جدا، وكمان بتخلي الكيكة طرية جدا. فما تستغنيش خالص عن معلقة الخل، سواء بقى بتعملي كيك، معجنات، حلويات، بجد بتفرق جدا خصوصا في المعجنات والكيكات. طيب قبل بقى ما نضيف الدقيق هفكرك بأهم حاجة في الوقت ده، وهي الصينية. لازم تبطنيها قبلها بشوية وتستخدمي يعني، هنستخدم للكمية بتاعة النهاردة صينية مقاس وسط. هنجيب بقى حتة سمنة كده أو زبدة، اتنيها كويس كده من الجوانب وكل مكان، علشان كمان الكيكة بتاعتك ما تلزقش منك وتطلع معاكي بمنتهى السهولة لو حبيتي تقلبيها. وكمان يعني الحركة دي هتخليها تاخد لون ذهبي من تحت زي ما بتطلع من فوق بالظبط. بعد بقى ما تدهنيها رش عليها كده رشة دقيق بسيطة خالص، وابدأي بقى بطني الصينية كده ولفيها كده من كل مكان علشان الدقيق يوصل لكل مكان. بعد كده طبعا لازم تنفضي الصينية كويس جدا علشان تتخلصي من الدقيق الزيادة، ما ينفعش طبعا نسيبه. الحركة دي بجد لما بتعمليها قبل ما بتحطي الخليط في الصينية قبلها بشوية، بيديكي القلب او القعر بتاع الصينية بيطلع معاكي لونه موحد وجميل. واهم خطوة في الوقت ده تسخني الفرن بتاعك على طول. خلي بالك ما ينفعش تسخنيه من بدري او تسيبيه مولع فترة طويلة، علشان لما هتدخلي الكيك عليه هيبقى غلط جدا. لازم تسخنيه قبلها بحاجة بسيطة خالص، وبرضه هقولك ليه واحنا شغالين. طيب دلوقتي بقى نرجع للمكونات الجافة، وهتعايري كده كوبايتين دقيق بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها كل المكونات. خدي بالك بقى هنا املي الكوباية بس ما تضغطيش عليها، علشان يعني ما تزوديش كمية الدقيق من غير ما تحسي. يعني ما تكبسيش المعلقة كده جوه الكوباية، هتاخدي دقيق اكتر من المطلوب، وده كمان هيخلي الكيكة بتاعتك تطلع مكتومة بالرغم انك عاملة كل حاجة مظبوطة. يبقى هتملي الكوباية بس ممسوحة من فوق كده بالراحة. وطبعا ضروري تنخلي الدقيق وتعديه كده على مصفى سلك، علشان الهواء اللي في الدقيق هيساعد برضو الكيكة ان هي تطلع هشة وكمان مرتفعة معاكي. وكمان لو في تكتلات هتأثر طبعا على قوامها. طيب بالنسبة للدقيق أنا استخدمت النهاردة دقيق متعدد الاستخدامات، اسمه بشاير، وطبعا استخدمت معاكم قبل كده كتير، وفي أنواع تانية كتير كويسة ممكن طبعا تستخدميها. ده كمان نشا هاخد منه كده معلقتين كبار على كوبايتين الدقيق. واوعي بجد اوعي خالص تستغني عن النشا. النشا بيخلي قوام الكيك ناعم وزي الحرير، كمان بيخليها خفيفة واستحالة تطلع مكتومة ولا ناشفة معاكي. انخلي كمان النشا طبعا علشان لو في تكتلات. ومش هننسى كده رشة الملح، حطي ربع معلقة صغيرة على الدقيق والنشا. والملح هنا طبعا بيعادل النكهة وطعم السكر، وكمان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طيب نقطة مهمة جدا جدا في التقليب، لازم تقلبي كده في اتجاه واحد بس، يعني يا شمال يا يمين. يعني ما ينفعش تقلبي بعشوائية، علشان هتلاقي نفسك ضيعتي الهواء اللي دخلتيه في الخليط، وطبعا الهواء ده اللي بيرفع معانا الكيك. انا شخصيا بقلب كده على الناحيتين، يعني شوية على الشمال وشوية على اليمين. طبعا بلاش المعلقة برضو لانها هتخليكي تقلبي بعشوائية. استخدمي مضرب سلك يدوي علشان بيساعد كمان ان الهواء يدخل اكتر من المعلقة. كملي بقى تقليب كويس لحد ما تلاقي الدقيق اختفى معاكي تماما وما تلاقيش ليه اي اثر. طيب حد هيقول لي دلوقتي نسيتي البيكنج باودر؟ لا انا ما نسيتوش ولا حاجه، دي بقى الخطوه اللي هتحول الكيك معاكي لحته تانية خالص. ضيفي بقى البيكنج باودر في الاخر خالص. طيب لو هتستخدمي الكيك شيف يبقى استخدمي الكيس كله، اللي هو حوالي معلقه ونص زي ما انا استخدمت كده بالظبط. طيب لو استخدمتي بقى بيكنج باودر يبقى كفايه معلقه واحده بس. طيب ليه بقى بنضيفه في الاخر؟ علشان اول ما يندمج مع السوائل هيبدأ التفاعل بتاعه. لو ضفتيه من بدري وسبت الخليط فترة طويلة لحد ما ندخل الكيك الفرن، ممكن يعني يفقد مفعوله، كمان الكيك ما ترتفعش زي ما انت عايزة. فعلشان تاخدي اكتر استفادة منه ضيفيه في الاخر، وبرده لازم تنخليه علشان تتأكدي انه متوزع كويس وما فيهوش اي تكتلات. وده كمان بيساعد ان يعني يدخله هواء زي بقية المكونات. نيجي بقى للمكون السحري اللي بجد يعني هينقل الكيكة لحتة تانية خالص. نص ليمونة، ايوه نص ليمونة بسيطة جدا، لكن والله مفعولها بسم الله ما شاء الله مش عادي. انا ضفت نص عصرة ليمونة على البيكنج باودر. هتشوفي في الوقت ده حاجة كده هتحمسك وتعرفي ان الكيكة بتاعتك هتطلع خطيرة. هيحصل زي ما انتوا شفتوا بالظبط كده فوران
اول ما يعني ما تعصري الليمون على البيكنج باودر هيحصل فوران. ده هيكون واضح يعني قدامك، مش مجرد منظر وخلاص، لا ده التفاعل بقى اللي هيخلي الكيكه تفور وتغلي وكأنها كده طايره جوه الفرن. بجد بسم الله ما شاء الله، ما تستغنوش خالص عن الخطوات والحاجات البسيطه اللي بقولك عليها دي، لان هي هتفرق معاكي جدا جدا. سألتوني قبل كده ليه بنضيف الليمون؟ الليمون مادة حمضية، ولما بيتفاعل مع البيكنج باودر بيسرع عملية التخمر وبيخلي الكيكة تطلع عالية. ده غير بجد انه بيطري العجينة وبيخلي قوامها ناعم. وفعلا هتحسي اول ما تضيفي الليمون ان خليط الكيك اتحول وبقى ناعم وكريمي كأنه كريمة مخفوقة. انا عارفة ان اللي جرب الكيكة بتاعتي قبل كده فاهم كويس انا بتكلم عن ايه. اللهم لك الحمد، الفيديو تقريبا اللي فيه نفس الخطوات وصل لنص مليون مشاهدة، وجال عليه كمية دعوات حقيقي تفرح القلب. ربنا يا رب يبارك لي فيكم وما يحرمنيش من دعواتكم الحلوة ابدا. دلوقتي بقى بعد ما ضفنا كل حاجة، قلبي المكونات مع بعض بالراحة يعني وفي اي اتجاه من اللي اتفقنا عليه لحد ما تلاقي قوام الخليط وسط، لا هو تقيل زيادة عن اللزوم ولا هو خفيف كأنه سائل. طيب لو حسيتي بقى انه خفيف، يعني زودي معلقتين دقيق كده وقلبيهم. ده طبعا القوام المظبوط اللي شفتيه اللي هيخلي الكيكة تطلع معاكي هشة وخفيفة وماسكة نفسها في نفس الوقت. والصينية طبعا اللي انا استخدمتها مقاس وسط، تقريبا 24، وممكن كمان تنفع في 26. انزلي بقى بالخليط كله كده يعني كامل في الصينية، وبعدين بقى بعصاية شيش طاووق او حتى طرف السكينة اعملي حركة كده خفيفة، كأنك بتوزعي الهواء جوه الخليط. يعني حركة عشوائية كده يمين وشمال وفي كل الاتجاهات، بتوزع الهواء جوه الخليط، وكمان بتمنع ان الكيك تطلع عالية من جنب يعني واطية من الجنب التاني. وكمان الوش بيطلع معاكي متساوي وجميل مفيهوش اي تشققات. وطبعا افتكري ان احنا مشغلين الفرن من شوية بسيطة ومش من بدري ولا حاجة. ده مهم جدا علشان الفرن لو سخن من بدري الكيكة اول ما هتدخل هتاخد صدمة حرارة، فهتلاقيها تعلى معاكي بسرعة وبعدين فجأة تهبط حتى لو عاملة كل حاجة مظبوطة. فضروري بجد تخلي بالك من التسوية. الفرن يعني يسخن كده بهدوء على درجة حرارة 180، والكيكة كده تاخد وقتها وتعلى واحدة واحدة. انا عارفه ان كتير منكم بيبقى قلقان من مرحله الفرن، بس صدقيني لو مشيتي على الخطوات صدقيني النتيجه هتبهرك من اول دقيقه. انا هنا على قد ما اقدر بحاول اوريكي شكل الكيك وهي بتستوي. ما شاء الله فقاعات الهواء ماليه الوش زي ما انتم شايفين، وده اللي بيخلي الكيكه تعلى وتفور اكتر واكتر. صحيح البخار يعني مخلي شكل الكيك مش واضح قوي، بس ما شاء الله بجد شكلها تحفة من جوه. طبعا كل ما البخار بيعلى اعرفي ان الكيكة بتتنفس وبترتفع اكتر واكتر، وده طبعا من الخطوات اللي مشينا عليها، وكل خطوة منهم كان ليها دور مهم. قعدت في الفرن حوالي 40 دقيقة على الرف اللي في النص من غير ما اشغل الشواية خالص. طيب لو حسيتي ان وش الكيك محتاج لون ممكن تشغلي الشواية في اخر دقيقة او دقيقتين بهدوء، وتكون طبعا تحت عينك. واهم خطوه لما تخلص التسويه يعني ما تفتحيش باب الفرن فجاه وتخرجيها على طول. اللي هيحصل ساعتها الكيك هتاخد هوا بارد وهتلاقيها تهبط منك فجاه. لكن علشان تفضل يعني محافظه على ارتفاعها الروعه ده، اطفي الفرن وافتحي الباب واربيه فتحة بسيطة خالص، وسيبي بقى الكيك جوه الفرن حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، على قد ما تقدري. انا علشان طبعا كنت بكمل معاكم تصوير خرجتها على طول، وبرغم كده ما شاء الله زي ما هي. يمكن بس تلاحظي ان الدايرة الصغيرة كده او الخط اللي في النص نزل شوية، حاجة بسيطة خالص. ده طبعا طبيعي علشان ما اخدتش وقتها الكامل في التهدئة زي ما قلت لك جوه الفرن. حرفيا طراوتها مش طبيعية، الريحة بجد خطيرة حقيقي، نفسي كلكم تشموها. اختبرتها زي ما شفتوا بخلة خشب وطلعت معايا فاضية خالص، يعني التسوية ما شاء الله كاملة ومظبوطة بالملي. بسم الله ما شاء الله شكلها من جوه جميل ازاي، ولونها فاتح ولونها موحد وجميل. طبعا انتي ما تقطعهاش وهي سخنة زي ما انا عملت، علشان ما تفرولش منك، سيبيها تبرد خالص على يعني على راحتها. ما شاء الله عملاقة ولونها فاتح جدا وموحد وهشة وكمان ناعمة كده كأنها كيكة اسفنجية. بجد من قلبي نفسي كلكم تجربوها وتشموا ريحتها وتشوفوا قد ايه نتيجتها مبهرة. بسم الله ما شاء الله بجد حاجة تفرح كده وتشرف، صدقيني لو عملتيها هتبقي مبسوطة جدا بالنتيجة. مستنياكم ترجعوا تكتبولي على الطعم والريحة زي ما انا متعودة دايما منكم، وبتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشجعوني بلايك من ايديكم الحلوة، وكمان تشتركوا في القناة علشان توصلكم كل وصفاتي وتشوفوني على طول. اشوفكم في فيديو جديد على خير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.